كان وزني 102 كيلو. كنت بعاني زي اي حد من شكل جسمي وصحتي، وساعتها بس قررت ان اخس ونزلت ل 74 كيلو. انا خريج خدمه اجتماعيه وما كانش ليا علاقه قويه بالجيم قبل ما اخس، والفكره بدات ان حبيت التمرين قبل ما يكون كارير. انا كوتش رامي امام، خريج تاس اكاديمي. تحولت من شخص مش حابب شكل جسمه لشخص غير حياته وحياه ناس كتير للافضل، وحاليا انا فتنس مانجر في 212. تعالوا اقول لكم القصه بدات ازاي. في البداية ما كانش عندي أي خلفية عن التغذية ولا التدريب، وبعد ما التزمت في الجيم لاحظت إن كل حاجة كنت بعملها كانت هيلث، وشكلي بيتغير وبعمل شيب أحسن ونفسيتي كانت مرتاحة جدا. حبيت أكمل الحكاية صح وأفهم كل حاجة في التدريب والتغذية من مكان موثوق فيه. اخترت تاس اكاديمي وده بسبب جودتها اللي عرفتها من آراء الخريجين من حيث المحتوى والمتابعة والاعتمادات والمحاضرين، وقدمت في تاس وفعلا كانت الاختيار الصح. بعد ما اتخرجت من تاس اكاديمي اشتغلت كمدرب في جيم، وبعد كده اشتغلت في 212، وبعد فتره طويله من التطورات والاختبارات قدرت اكون فتنس مانجر لواحد من اقوى جيمات المنصوره. بصراحه من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا في الاكاديميه هي التغذيه. ازاي تحسب السعرات لكل شخص على حسب الاكتيفيتي دي اللي بيقوم بيها خلال يومه وعدد ايام تمرينه في الاسبوع. ممكن اكون حققت جزء كبير من الحاجات اللي انا بحلم بيها، بس الاكيد ان لسه في اكتر. من اهم الحاجات اللي انا بحلم بيها ان انا اسيب اثر صحي في حياه كل الناس اللي حواليا، وزي ما انا وصلت انت كمان تقدر توصل. عافر، حاول، هتوصل. شكرا تاس اكاديمي.